بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى لنا الفجل وهو على نوعين، أبيض وأحمر، يعني قشرته حمراء لكن هو في الأساس في الداخل أبيض ويحمل أوراق. يفضل أن لا ترمى أوراق الفجل. الفجل بشكل عام هو غني جدا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الحيوية، وهو مفيد ويعالج مرضى ضغط الدم المرتفع، إذ يعمل على تخفيض ضغط الدم. اللي عنده ضغط دم مرتفع يفضل أن يأكل الفجل في صحن السلطة أو لوحده بشكل مستمر. الفجل لا يسبب غازات. الفجل يعمل على تفكيك بقايا الطعام القديم وأحيانا المتحجر في ثنايا القولون، مما يجعل هذا التفكيك يطلق غازات حتى يدلل ذلك على خروجه من الأمعاء، وعندما ينظف القولون تماما يتوقف إطلاق الغازات. الفجل أنصح كل إنسان بأن يأكل الفجل بشكل مستمر، خاصة في فصل الشتاء عند وجود زكام أو إنفلونزا في داخل البيت، لأن من يأكل الفجل يحميه الله من العدوى بفضل الله أولا، ثم بسبب أكل الفجل، لأن الفجل يقتل أغلب الجراثيم والبكتيريا المتواجدة في الحلق. وبالتالي اللي يأكل الفجل وأمامه شخص عنده زكام لا يستطيع هذا الشخص أن ينقل له العدوى، لأن 6 ساعات متواصلة تستمر إطلاق طاقة الفجل عبر أنزيمات معينة ومتلازمة تحافظ على صحة الحلق وتقتل هذه البكتيريا. لدرجة حتى في سابق الأوان، يعني منذ فترة قديمة جدا ومئات السنين، كان أجدادنا يعالجوا الزكام، الربو، ضيق النفس بأكل الفجل أو حتى بعصير الفجل. كان يعصروا الفجل بدقوه كده وسط شاش وبياخذوا عصيره وبيعطوه للي مصاب بالتسمم أو اللي مصاب بالتهاب الحلق أو اللوزتين أو البلعوم. الفجل يحسن شهية الطعام وبنفس الوقت يساعد على حرق الدهون ومفيد للرشاقة بنفس الوقت. الفجل مفيد جدا للسعال وآلام الجهاز التنفسي، مشاكل الأعصاب، ضعف الأعصاب، فقر الدم، النقرس. كل إنسان معاه نقرس، تورم في القدمين، أنصحه بأن يأكل الفجل بشكل يومي، لأن أكل الفجل بشكل يومي يساعد على حل وإذابة البلورات والأملاح المترسبة على الركبتين وعلى مفاصل القدمين في الأسفل بفعل وجود مادة النقرس، وبالتالي الفجل يعمل على إيش؟ على حرقها بشكل تام. أيضا الفجل مطهر للديدان بشكل جيد. اللي عنده ديدان خاصة الأطفال إذا أكلوا الفجل يساعد على قتل الديدان في داخل هذا الجسد. إذا أنصح الجميع ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو خفقان في القلب أو الصداع بأن يأكل الفجل، لأن الفجل به مستويات مرتفعة من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم بالدم، وهذه نسب لا توجد في أي نوع من أنواع الخضر مجتمعة بهذا الشكل الكبير. الفجل مفيد للكبد، يساعد الفجل على تنظيف الكبد من سموم الأدوية القديمة. كل إنسان عنده آخذ كورتيزون، أدوية كيميائية، أدوية صداع، أي أدوية كانت عنده سموم أساسا في الكبد، إذا تناول الفجل لفترة يعني ممكن تتجاوز 45 يوم ضمن صحن السلطة مع ورقه أو بدون صحن السلطة بشكل حر، مع أنه حار لكن مفيد، يساعد هذا على تنظيف كبده من جميع أنواع السموم اللي أخذها خلال فترة طويلة بإذن الله تعالى. الفجل يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، خاصة الفجل الأحمر. الفجل مدر للبول، يعني اللي عندهم مثلا حصر بول يأكل الفجل. يساعد الفجل بالقضاء على حرقان البول، اللي عنده التهابات مسالك بولية، عنده حرقان بعد البول، يأكل الفجل، بعد فترة بإذن الله يزول هذا الحرقان. أيضا الفجل يعمل كملين، اللي عنده إمساك الفجل يفيده بشكل كبير وشكل فعال. أيضا مرضى السكر، أنصح كل مريض سكري أن يدخل الفجل في طعامه بشكل يومي، لأن أكل الفجل يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، بل يعمل على تخفيض سكر الدم بشكل تدريجي، يومي 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 وهكذا. لذلك أنصح كل إنسان أن يأكل الفجل لدي إصابة بمرض السكر. أيضا الفجل زي ما ذكرنا بأنه يقتل الجراثيم والبكتيريا المختلفة، خاصة إذا كنت في داخل غرفة مغلقة وبها مرضى الزكام. الفجل يساعد على تخفيف الوزن،
أنصح كل من لديه لا سمح الله سرطان والله يشفيه ويعافيه أن يأكل الفجل بشكل يومي مع ورقه، لأنه أكل الفجل مع ورقه من أفيد ما يمكن لمرضى السرطان، خاصة سرطان الرئتين، سرطان الرحم، حتى اللي عندهم تكيس على المبايض عليهم أن يأكلوا الفجل، لأنه الفجل يعمل على إذابة هذا التكيس بشكل تدريجي، كما يعمل على إذابة البلغم في التجاويف الأنفية. إذا الفجل ليس نحن يعني نراه في الأسواق بأنه هذه المادة الرخيصة السهلة اللي ممكن ما تكون فيها تلك الفوائد، بالعكس يحمل الفجل منجم، بل صيدلية نباتية متكاملة للإنسان خلقه الله وأودع به أسرار عميقة، أسرار كبيرة في داخل الفجل. لكن أنصح بغسل الفجل بشكل جيد، يعني ينقع بماء وخل قليل، خل تفاح قليل، ومن ثم نغسله ونرجع ناكل الفجل مرة ثانية. أنصح بأكل أوراق الفجل، لا ترموا أوراق الفجل ولا عيدان الفجل. أوراق الفجل غنية جدا بمادة الكالسيوم والمغنيسيوم، أيضا تعمل على تخفيض ضغط الدم. أوراق الفجل تعمل على تخفيض السكر، تعمل على تقوية القلب، تعمل على تنظيف الكبد، تعمل على تنشيط المرارة. حتى اللي عاملين إزالة مرارة مفيد جدا لهم ورق الفجل مع الفجل، لأنه يعمل جزئيا عمل المرارة. تخيلوا يعني سبحان الله على الخلق من المادة الخضرية. الفجل مفيد جدا لكل إنسان يعاني من الاكتئاب، الإرهاق، التعب، الكسل، الخمول، ضعف الذاكرة، ضعف الأعصاب، تلاسيميا، المنجلي. كل من لديهم مرض التلاسيميا والمنجلي عليهم بتناول الفجل بشكل يومي. ينبغ الفجل بشكل صحيح، ولا يولد غازات إلا فترة بس محدودة كم يوم، ثم لا ما عاد يولد غازات. أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة، وإلى معلومات جديدة بإذن الله تعالى. معكم خبير التغذية والطاقة محمد عمر أبو راشد، دبي.